ده بقى رول لحمة محشي من جوه كفتة على الطريقة التركي. قد ايه لما كنت بشوف فيديوهاتهم بقول انا نفسي اجرب اعمله. هنحتاج لعرق فليتو او فيليه اللي هو التندرلوين، ونشيل الاطراف بتاعته ونسويه، وبعدين بسكينة حامية بقى وبراحتنا جدا نبدأ نفتحه زي كتاب بالشكل ده. طريقة سهلة جدا بس براحتك، واهم حاجة السكينة بتاعتك تكون حامية وتبدأي تلفي كده مع العرق وهو بيلف معاكي بكل سهولة. بعد ما تفرديه كده وتشيلي منه الزوايد، هنخلي الزوايد على جنب عشان هنحتاجها هنرجع لها. هنتبله بالملح والفلفل، بس تدقوه الأول علشان يتساوى كده ويستوي معاكم بسرعة. بعد ما تبلته ملح وفلفل هنجيب بقى الزوايد اللي احنا شلناها على جنب، اقطعها مكعبات لاني عايزه افرمها فرم خشن مع الخضار اللي هستخدمه. هما بيفرموها بالسكينه بس انا هحط في الكبه الاول الخضار، فلفل الوان وبصل وبقدونس، وافرمه فرم خشن مش ناعم. وهضيف شويه لحمه مفرومه دسمه شويه علشان اللي طلعت من الفيليه بتبقى لحمه صافي فهتبقى مفتله معانا، وعشان الكمية تزيد هبهرها بالملح والفلفل وأعجن كل ده كويس. ما كانش عندي فلفل أحمر فأنا كنت حابة ميكس الألوان، زودت شوية طماطم مكعبات ادت طعم حلو. هبدأ بقى أخد الكفتة اللي عملناها وافردها بالشكل دوت على اللحمة بتاعتي والفها رول واضغطها كويس. هنحط بقى عليها المنديل بتاع الخروف. الخطوة دي اختياري، ممكن تستغنوا عنها، بس المنديل بيدي طراوة وطعم حلو قوي للحمة. بعد ما لفيته بيه طبعا انا دقيته ورشيت له ملح وفلفل. هحطه في ورق الفويل، وممكن تقطعوه بسكينة حامية وحطوه في الاسياخ وشوه على الفحم، بس انا هعمله في الفرن. بعد ما لفيته وسويته ساعة كاملة في الفرن، هشيل بقى ورق الفويل ورق الزبدة واحمره واقطعه رولات واقدمه على رز ابيض مفلفل معاه مكسرات. خطير يا جماعة، وبس كده.